هذا اجتماع جد مهم. الحمد لله كاينه فيه الميزانيه اللي كتخص الاستثمار اللي هو المشروع الملكي الكبير اللي الحمد لله غادي نزيدوا فيه السنه 2022 23 و2024، وكذلك اليوم الفائض اللي خصنا بالخصوص المناطق ولهاد لي كارتي اللي هما ناقصه ديال التجهيز 50% ديالو 70 مليون ديال الدرهم الان اللي غادي تمشي، وكذلك المستقبل ان شاء الله غادي تكون 61 مليون زايده باش نحاولوا نساهموا في اعاده تجهيز ديال هذه المناطق وهذه الاحياء. اليوم كانت عندنا الجلسه الاولى ديال الدور الاستثنائي ديال شهر نوفمبر، خصصت مجموعه من النقط، ولكن الى حدود هذا الصباح تم المدارسه والمصادقه على نقطتين رئيسيتين: النقطه الميزانيه والنقطه ديال تاهيل المركب محمد جمال الدره باش يحتضن معهد الفنون الجميله. الميزانيه حاولنا نناقشوا فيها باختصار تنزيل ديال الميزانيه السابقه والملاحظات اللي كانت بالخصوص على مستوى ميزانيه التجهيز، ثم كذلك المشاريع المستقبليه. كانت ملاحظات عندنا نوعيه فيما يخص يعني القيم الماليه اللي او الارصده الماليه اللي تخص واحد مجموعه من المشاريع. لذلك ملي ما كانش الاجابات اللي هي شافيه تم التصويت على الميزانيه من طرف الفريق ديالنا بالامتناع. بخصوص المعهد الفنون الجميله اكدنا على انه كان الاجدر ان يكون فضاء اخر بالمنطقه الجامعيه قرب الكليه الطب وكذلك الانصاء باش يحتضن واحد المعهد اللي هو في المستوى من حيث البنايه ومن حيث التجهيزات. والا هاد يعني المبادره الحاليه تحاول من كان توفر لها الشروط اللازمه للانجاح ديالها. من بين هذه الشروط هو الاعمال ديال المقاربه التشاركيه مع الفعاليات المجتمع المدني والفعاليات الفنيه والثقافيه اللي كتشتغل في المجال ديال الفنون الجميله.